الاربع مطالب. الى اي مدى توافق او ترفض هذه المطالب الاربعه لجماعه الاخوان هو المسلمين؟ مصر الان في مفترق طرق، وتحتاج الى اصطفاف الجميع دون اقصاء لاحد. ولكن معنى التحدث عن خروج امن، خروج امن بناء عن ايه؟ الناس دي انتهكت حقوق الانسان، تلطخت ايديها بدماء المصريين، يجب محاسبه كل من تورط في انتهاكات لحقوق الانسان وقتل المصريين. احنا في اسكندريه في اشتباكات سيدي جابر الاخيره دي راح ضحيه 12 شاب من شباب اسكندريه، كانوا بيلقوا بالشباب من فوق اسطح المنازل. يبقى ازاي يكون خروج امن، وازاي يكون في مصالحه والحقيقه الشعب المصري كمان ما اداش خروج امن لمبارك، فباي معنى يديه لمحمد مرسي؟ ما ينفعش. لازم العداله الانتقاليه تطبق تماما، ولازم قيادات الاخوان كلها تحاسب على كل الانتهاكات اللي صدرت منهم ضد الشعب المصري وضد شباب الثوره وضد المواطن البسيط اللي عانى منهم طيله حكم الدكتور محمد مرسي. لازم القيادات دي تتحاسب، من اول مرشد الاخوان الدكتور محمد بديع لحد اصغر قيادي فيهم شارك في انتهاكات حقوق الانسان. لا، لن نسمح بخروج امن، ولن نسمح بهروب من القضاء. طيب يبقى كده حضرتك رافض برضو واحد واثنين فيما يتعلق بالجماعه والحزب؟ احنا بنطالب بحل جماعه الاخوان المسلمين وحل حزب الحريه والعداله. الاثنين عايزين ياسسوا حزب جديد بمرجعيه سياسيه يمارسوا من خلاله الحياه السياسيه، من خلال كوادر وقيادات لم تشارك في انتهاكات حقوق الانسان وتمارس الاستبداد على الشعب المصري، مفيش مشاكل. طيب انا كنت قبل ما نطلع هوا بتناقش انا وحضرتك في المساله دي، وقلت لك ان الحزب حزب الحريه والعداله حين نشا ابتداء كان نائبه الدكتور رفيق حبيب وهو مسيحي، وبالتالي من الصعب جدا قانونا امام القضاء ان تقول ان هذا الحزب حزب ديني او حزب له يعني سمه اسلاميه، طبيعه اسلاميه، باعتبار ان نائب الحزب مسيحي من ديانه اخرى. حضرتك رديت عليا وقلت لي انها ليها حل دستوري وقانوني. يا ريت نوضح ده للساده المشاهدين. الدستور الجديد ان شاء الله اللي احنا بنطالب بدستور جديد، مش بنطالب بتعديل الدستور. هيكون في ماده بتجرم او تمنع تاسيس احزاب على مرجعيه اسلاميه، او تاسس حزب يمارس دعوه دينيه، او يستخدم الدين كشعار انتخابي، او يستخدم القران كشعار انتخابي، او يتاجر بالدين. كل الكلام ده هيكون محظور في الدستور الجديد. فانت من خلال الماده دي ممكن انت تمنع تاسيس احزاب دينيه، ولو في حزب ديني مؤسس بالفعل قبل الدستور دوت، من حقك ان انت تطالب في المحكمه بحل هذا الحزب وتمنع تاسيس احزاب دينيه مره اخرى. فمش هينفع يكون في احزاب على اساس ديني بعد كده، حتى لو هو عين نائب مسيحي او استخدم عمل يعني ايه. ما هو مش عارف، هم طول عمرهم يقول لك احنا لا نستخدم الشعارات الدينيه، وتلاقي كل ممارساته في الشارع بيستخدم فيها الدين. فهتقدر انت تمسك عليه ان هو استخدم فعلا الدين او الحزب بتاعه ده ليه مرجعيه، حتى لو كان رئيس الحزب نفسه مسيحي. يعني حل دستوري وضمان